كان القاضي ملا فناري رحمه الله تعالى من أعظم قضاة الدولة العثمانية، وكان في عصر السلطان بايزيد الصاعقة. كان جريئا شديدا في الحق، لا يهاب أحدا حتى السلطان. وقد ذكر المؤرخون أن السلطان بايزيد الصاعق رحمه الله تعالى دخل يوما في شهادة عنده، لكن القاضي نظر إليه ثم قال له: لا أقبل شهادتك. قال: لما؟ قال: لأنك لا تحضر معنا صلاة الجماعة. يذكر أن رجلا اشترى حصانا من رجل آخر ودفع ثمنه، فلما عاد بحصانه الجديد إلى داره اكتشف بعد عودته للبيت أن الحصان مريض، فرجع إلى البائع ليسترد فلوسه، لكن البائع رفض إرجاع المبلغ واسترداد الحصان. ذهب الرجل إلى دار القضاء فلم يجد القاضي ملا فناري، فعاد إلى البيت على أمل أن يرجع إليه في اليوم التالي لدار القضاء، لكن الحصان نفق في الليل. ذهب الرجل إلى القاضي ملا فناري في اليوم الثاني وأخبره بغش البائع، وأنه جاء بالأمس ليشتكي إليه فلم يجده. فقال له القاضي ملا فناري: قد مات حصانك، فلا يمكنني أن أعرف صدق كلامك من كذبه، فلو كنت أنا موجودا على رأس عمل البارحة لاستطعنا تحديد مرض حصانك هل هو قديم أم جديد. أما الآن فليس إلى ذلك سبيل، لكن أنا من سيدفع لك ثمن الحصان. فقال الرجل بدهشة: ولم أنت؟ لا ذنب لك. فقال له القاضي ملا فناري: هكذا يبدو لك يا بني، ولكن ذنبي عظيم، فلو كنت موجودا على رأس عمل البارحة لما حدث لك هذا، وبسبب غيابي عن عمل البارحة حصل هذا لك، وهذا تقصير مني، وسأدفع لك الثمن كاملا. ثم سلم للرجل ثمن هذا الحصان من جيبه. انظر إلى هذا القاضي العجيب الذي عد غيابه سببا لمشكلة ذلك الرجل. فإن هذا من قاض يحدد موعد الجلسة والتاريخ والساعة، فإذا جاء الناس إليه وجدوه غائبا بحجة أنه قد صاده ظرف ولم يجعل نائبا ينوب مكانه. وإن هذا من بعض الموظفين الذين يغيبون عن أعمالهم ولا يجعلون من ينوبهم في تخليص مصالح الناس. هذا هو الورع والأمانة عند كل من ولي منصبا تتعلق فيه مصالح العباد.